إن اقتضى الأمر ذلك فقضية الصحراء بالنسبة لوجود المغرب، مستقبل المغرب، استمرار المغرب، كيان المغرب، قضية مصيرية وليست قضية عرضية. نبدأ إذن في المحور الأول وهو الخلفية التاريخية، وسوف أنقل لكم بعض النصوص القليلة على سبيل الاجتزاء والتمثيل من أحد المراجع القيمة التي أتمنى على خلافنا مع مؤلفه في الأطروحة العامة لو قرر في شعب التاريخ وفي شعب العلوم السياسية من أجل أن يعتمد كمرجع جاد وعميق، وهو كتاب الصحراء المغربية عقدة الوحدة والتجزئة، الدكتور عبد الملك الشامي. وللأسف انتظرنا أن يأتينا رجل من خارج الوطن لكي يكتب كتابا لم يكتبه مغربي، ولا مولته مؤسسة أو جهة مغربية، ولا أخرجته كلية من كليات الآداب ولا شعب من شعب التاريخ للأسف الشديد. يقول الدكتور عبد الملك الشامي: منذ انهيار إمبراطورية الموحدين والساقية الحمراء تحتضن العلماء والمتصوفين دعاة الوحدة والدفاع عن الإسلام، ابتداء من غدالة الصنهاجية في القرن ال11 مرورا بأحمد الكنتا وأحمد بكاي وسيدي أحمد الرقيبي وسيدي أحمد العروسي في القرنين ال15 وال16، وصولا إلى الشيخ ماء العينين في القرن ال19. والصحراء المغربية تعيش ألما وحلما، ألم انهيار المشروع التوحيدي وحلم تجديده. الأقدام كانت في الصحراء بينما العيون كانت على الأمة. الصحراء المغربية لم تكن إمارة مستقلة سياسيا ولا اقتصاديا مثل الإمارات المغربية الأخرى، يقصد الجزائر وتونس، كانت تتبع إحداها بنسيج من العلاقات الإيديولوجية والتجارية تميل الأحداث التاريخية إلى ربطها بإمارة المرينيين ومن بعدهم العلويين في المغرب الأقصى. إن وضع تاريخ الصحراء المغربية في سياق التطور العام للمغرب العربي يجعل عملية تحديد الانتماء السياسي مسألة عملية لا يمكن تجاوزها، فالارتباط التوحيدي الذي مر عبر مراحل تأسيس متعددة من الفتح العربي إلى رحلة حسان بن نعمان إلى مجيء المرابطين والموحدين استمر ماثلا للعيان. نص واضح قوي محكم ومسبق ومسبوك، ويستعرض حركة التاريخ ويبين اندراج الصحراء في عموم الجسم المغربي اندراجا تلقائيا في التاريخ. نص آخر، وأنا لن أعلق لكي أخذ فرصة لتحليلات سيكون لي فيها دور التعليق، يقول فيه: كان قائد المقاومة المحلية مؤسس زاوية وخليفة للسلطان عبد العزيز يمثل السكان أمامه وينقل إليهم أوامره، أي ينقل إليهم السلطان عبد العزيز. السلطان عبد العزيز عاش حاكما إلى 1908، يعني نتكلم عن مرحلة متأخرة جدا جدا قبل مجيء الاستعمار الفرنسي، مما يجعل مشكلة الصحراء مشكلة استعمارية حقيقية بوضوح. العلاقة الدقيقة التي كانت تربط الخليفة في العيون والسمارة بالسلطان في فاس ومراكش لم تخرج قط عن دائرة الانتماء الوطني حتى في لحظة انهيارها التام. والتاريخ الذي بدأ يتبرعم مع قيام مدينة السمارة وصل إلى نقطة انطلاقه المحورية عام 1904. ففي هذا العام عقد الشيخ ماء العينين محادثات مطولة مع السلطان موضوعها الوحيد دار حول كيفية التعاون لإيقاف العدوان الفرنسي الذي بدأ يتوسع انطلاقا من جنوب الصحراء. انتهت المفاوضات بعودة ظافرة إلى السمارة، فقد رجع الشيخ مدعوما بشرعية مخزنية واضحة ومعززا بإمكانات حربية. إلى آخر النص المهم الذي يقول في آخره: ففي رسالة وجهها إلى إحدى قبائل المور مؤرخة في أوائل عام 1905 يعرض السلطان مضمون محادثاته مع الشيخ ماء العينين ويلمح إلى شرعية قيادته ويركز على ضرورة اتفاق القبائل، فهو يقول إن الشيخ نقل إليه تخوف السكان في الصحراء من محاولات الأمم الأجنبية المستهدفة غزو بلادكم، كلام
السلطان عبد العزيز بالحرف، وأن القبائل متفقة على محاربة الأجانب ولا ينقصها إلا إذن خاص من الملك وزعيم مطاع مع العينين وأسلحة حديثة. وقد وجدنا أن نحذركم من هؤلاء الذين عندهم مشاريع سيئة في بلادكم، وأن اتفاقكم مع القبائل للدفاع عنه هي براهين عن حكومتنا الشريفة التي تعترفون بها منذ زمن طويل، وحجة تدعم مطلبكم وتثبت صدق مودتكم تجاهنا. بهذا الاعتراف تدافعون عن دينكم وتبقون دائما على مكانتكم المحفوظة. انتهى كلام الملك عبد العزيز بالحرف. هذا غيض من فيض من النصوص والوثائق التي تقدم بها المغرب إلى محكمة لاهاي سنة 1974، وبموجبها ورغم أن هذه المحكمة تابعة للأمم المتحدة، ورغم أن الأمم المتحدة داخلة ضمن الهيمنة السيادية للذين أسسوها سنة 1945 وكانوا الأقوياء، ورغم أن هذه الهيئة وكل فروعها لم تقم قط بالنسبة للمسلمين إلا بتأييد سياسات التقسيم، كما فعلت في تيمور الشرقية في أندونيسيا، وكما فعلت في ماليزيا عندما فصلت عنها سنة 1975 سنغافورة، وكما تحاول الآن في دارفور وفي جنوب السودان. فإن رغم الهيمنة الأمريكية والاستكبارية العالمية عليها وجدت نفسها محصورة أمام كم الوثائق وقوة الملف المغربي، فحكمت بذلك الحكم الواضح الغامض الإيجابي النافي النعم ألا. ولكن المغرب فسره في اتجاه نعم وأمضى بموجبه مسيرته الخضراء، وفرض الأمر الواقع جحافل ديموغرافية متدفقة تقترب من 3 مليون لا يمكن للإسباني أن يقوموا تجاهها بأي مجزرة تضعهم في منعزل أمام البشر والتاريخ جميعا. ولهذا كان تصريح محكمة لاهاي بناء على مثل هذه النصوص التي قرأت منها نصا أو نصين وهي بالآلاف، إن هناك وثائق تاريخية تثبت أن هناك صلات تاريخية بين الأقاليم الجنوبية للمغرب وبين شماله بموجب البيعة وإمارة المؤمنين والمصالح المشتركة والراية الموحدة. وكان هذا كلاما واضحا، رغم أنه لم يقل نعم لضم المغرب للصحراء، أن المغرب إن كان بلد سيضم الصحراء فهو المغرب، وإلا فإن المصير الذي انتهى إليه هذا التعثر المؤسف بسبب تآمر خصومنا وتواطؤ جيراننا وتآكل كفاءاتنا انتهى سنة 1980 إلى أن نرجع إلى الوراء ونعوذ بالله من الحور بعد الكور لكي نقبل الاستفتاء الذي جرنا إلى هذه السياسات الخاطئة إلى اليوم. شكلت الصحراء على مدار القرون العمق الأمني لسكان المغرب. الأرياف والمدن الآهلة تتلقى الهجمات الدائمة من وراء البحر، إسبان والبرتغال والفرنسيين والإنجليز، فيما الصحراء تقدم الحصن الدفاعي بلغة اليوم العمق الاستراتيجي للقبائل الهاربة أو المتراجعة، وسط هجومي وصحراء دفاعية يصنعهما تاريخ واحد. البدوي هو التاجر الملتجئ للصحراء مؤقتا، والتاجر هو البدوي الذي استقر بالمدينة الممر. أواخر 1905 يقوم اجتماع تاريخي لقبائل الصحراء جميعها بمدينة السمارة بحضور بعثة رسمية من فاس من السلطان. خطب موفد السلطان يؤكد على الزعامة السياسية لماء العينين بمباركة من الدولة المغربية وبتفويض سلطاني له بجمع الزكاة باسم السلطان، بل وسمي رسميا خليفة السلطان في الأقاليم الجنوبية. وفي هذا الاجتماع تم تعيين كل العمال الذين أصبحوا رؤساء على جميع القبائل الممتدة ما بين الخصاص وبودنيب بظهائر سلطانية. كان التعامل النقدي في الأسواق بالعملة المغربية، المثقال، الزنبيل، الريال الحسني، الدرهم، إلى أن ألغته السلطات الاستعمارية الإسبانية سنة 1933، أي في وقت متأخر جدا، أي بعد الاحتلال الفعلي بحوالي 21 سنة. كانت القوافل السنوية للتجارة إلى قلميم وتندوف وموريتانيا ومراكش وقلميمة تتحرك في كل الفصول وفي كل الاتجاهات. كانت عمليات التخريب
التي تتعرض لها التجارة الأوروبية من قبل قبائل أولاد دليم في مواجهة الاحتلال المسيحي كما كانوا يسمونه، كانت تواجه باتفاقيات مع المخزن للي ذراعه وإحراجه في مراكش أمام السفراء الأوروبيين. والسؤال: إذا كانت الصحراء كما يزعم الجزائريون والاستعماريون من اليمين الإسباني المتطرف وكل من يريد الانفصال والتقسيم والتجزئة في بلاد المسلمين، إذا كانت الصحراء مستقلة وقضية شعب وتقرير مصير، فلماذا كانت قبائل الدليم عندما تهجم على التجارة الأوروبية باسم مواجهة الاحتلال النصراني وإخراج الكافر من البلاد تقوم الدول الأوروبية بالضغط على فاس ومراكش، حيث الحكومة المغربية الضعيفة في ذلك الوقت وتلزمها باتفاقات وتلوي ذراعها، حتى جاء وقت على السلطان المولى عبد العزيز كان يرسل الأسلحة سرا إلى الصحراء ليعين ماء العينين وأحمد الهبة على القتال ويتبرأ علنا من ذلك أمام السفارات الأوروبية. طبعا كنا في حال من الضعف، ولولا أنه ضعف لما احتللنا، لولا أنه ضعف لما كانت اتفاقية الحماية سنة 1912 30 مارس 1912، لولا ما كان ضعف لما كنا متخلفين إلى اليوم وغارقين في المديونية والتبعية التكنولوجيا، نشحت الطائرة ونتسول القمح إلى اليوم. ولكن هذا الضعف لا يسوغ أن نفرط في حقنا وأن نعترف بأن جزءا صار أمرا واقعا بعد أن صارت أجزاء أخرى أمرا واقعا. هذا على المستوى التاريخي. وأختم هذه النصوص القيمة وهذه الإشارة التاريخية الدقيقة بسؤال بسيط وواضح: تمثل الصحراء لا المغربية، تمثل الصحراء الكبرى كلها من العيون عند شواطئ الأطلسي إلى واحة سيوة هناك عند شواطئ البحر الأحمر في جنوب مصر. هذه الصحراء الضخمة أكبر صحراء موجودة في الكرة الأرضية، الصحراء الكبرى كما يسمونها. هذه الصحراء تمثل امتدادا واحدا على المستوى التاريخي، على المستوى الجغرافي، على المستوى الطبوغرافي، على المستوى الجيوبوليتيكي، على المستوى الاستراتيجي. هي امتداد واحد. شمال إفريقيا عربي مسلم من المغرب، عربي أمازيغي مسلم من المغرب إلى مصر، حيث يصبح هناك عربيا قبطيا مسلما مسيحيا. شمال إفريقيا واحد مسلم، والصحراء تمتد جنوبه، أجزاء منها تنتمي إلى دول الشمال، وأحيانا وليس دائما أجزاء منها تنتمي إلى دول الجنوب. ودول الجنوب التي تمثل مع الشمال دول حوض الصحراء هي أيضا دول مسلمة، هي من الغرب إلى الشرق السنغال، ثم مالي، ثم النيجر، ثم نيجيريا، ثم السودان. وهذا الامتداد واحد في هذه الدول الخمس شمالا وهذه الدول الست جنوبا. فلما يا ترى يستثنى جنوب المغرب لكي يدعى أن فيه شعبا قائما بالذات وديموغرافيا مستقلة وكيانا جغرافيا وتاريخيا وسياسيا؟ والسؤال موجه بالتحديد ليس لمصر ولا لتونس، وإن كان موجها في وقت من الأوقات لليبيا عندما كانت ليبيا تمول بوليزاريو وتسلحه، ولكنه موجه بالأساس للجزائر. إن للجزائر صحراء مثل صحراء المغرب، هي نفسها نفس صحراء المغرب في الامتداد التاريخي والجغرافي والحضاري والديموغرافي والاستراتيجي والجيوبوليتيكي، نفس الامتداد على هذه المستويات. بل إن صحراء الجزائر أطول وأعرض من صحراء المغرب، إنها أكثر إيغالا في الجنوب من صحراء المغرب. فما الذي يجعل صحراء المغرب كيانا مستقلا جغرافيا وديموغرافيا وبشريا وتاريخيا، ولا يكون كذلك الأمر بالنسبة للصحراء؟ إن كان انفصال بلد عن بلد يقاس بالاتساع الجغرافي وبالبعد في المسافة، فصحراء الجزائر أبعد عن شمالها من صحراء المغرب عن شمال المغرب. إن كان في الاختلاف فلا يوجد اختلاف ديموغرافي، ولكن إن بحثنا عن une petite nuance فسنجدها في الجزائر وليس في المغرب. ففي الجزائر يوجد الطوارق للتوارق في الجنوب، ولا يوجد في المغرب طوارق. سكان الصحراء عرب بيض وأمازيغ بيض مثلهم مثل سكان الشمال، يشبهونهم في النحلة والسحنة واللغة واللهجة والديانة والتاريخ. إن كان من يمكن أن يعتبر الإغال في المسافة والشساعة في الجغرافيا سببا للانفصال فهو الجزائر. إن كان بلد يمكن الاعتماد في الاختلاف في الديموغرافيا فهو الجزائر، حيث يوجد طوارق. بل أكثر من ذلك، الذي ينظر في خريطة المغرب العربي والشمال إفريقيا والصحراء الكبرى سوف يجد أن دولة الجزائر تمتد بشكل غير طبيعي بالنسبة لكل خرائط الدنيا.
دولة الجزائر مثل شمشون الجبار الذي يظهرونه في تلك الأفلام الرومانية القديمة، وهو يدفع بيديه عمودين حجريين مصنوعان طبعا عند المخرج من الورق المقوى، والذي جعل الجزائر هكذا بطنا ضخمة ممتدا بلا أضلع إلى المغرب في أقصى الغرب، وإلى تونس وليبيا في أقصى الشرق، وإلى عمق مالي والنيجر وتشاد في الجنوب. سبب واحد معروف، وأن هذه الدول كلها احتلت متأخرة، وكان آخرها المغرب سنة 1912، أما الجزائر فاحتلت مبكرة. وكانت الجزائر منطقة احتلال فرنسي، وما حولها الدول ضعيفة تدود عن نفسها، فعجزت عن حماية أراضيها، فامتدت فرنسا وتمططت وتغولت، وأعطت للجزائر هذا المجال كله بفكرة معروفة ولا تخفى على أحد، وهو أن فرنسا كانت تطمع إن خرجت من كل هذه الأرض بعد لأي أنها لن تخرج من الجزائر. وكانوا يحفظون الطلبة في الابتدائي في حصة الجغرافيا إن فرنسا تمتد من حدود تشاد إلى حدود بلجيكا، ويذكرون ذلك بالمدن من دانكيرك إلى الجغبوب. يقولون إن الجزائر فرنسية، الجيش الفرنسي يتدرب وشعاره فيف لالجيري فرانسيز. وكان الفرنسيون يقولون إن البحر الأبيض المتوسط يخترق جنبات فرنسا كما يخترق نهر السين جنبات باريس. كانوا يعتقدون أن البحر الأبيض المتوسط مجرد نهر يخترق جنباتي فرنسا الشمالية فرنسا والجنوبية الجزائر. كنا نناضل نحن من أجل أن نستقل، وكان معترفا لنا أننا مستعمرون، في حين الجزائريون ناضلوا قرنا كاملا لمجرد الاعتراف بأنه مستعمرة. كان من يقول الجزائر مستعمرة يعدم، الجزائر فرنسية، والفرنسيون في الجزائر جزائريون، والجزائريون في فرنسا فرنسيون. ولأن فرنسا كانت تحلم بأن تبقى الجزائر عندها إلى الأبد، وكان شعارها أن الجزائر لن تكون قط أمة ولا شعبا ولا كيانا، في حين في المغرب وبموجب اتفاقية المعاهدة والاعتراف ولو الشكل بالسلطان وحكومته التقليدية لفيزير الوزراء، كان المغرب كيانا قائما حتى في كل أدبيات ووثائق واعترافات ومفاوضات الفرنسيين. وكذلك كان الشأن بالنسبة لتونس ولكثير من البلدان، لكن هذا الاعتراف لم يكن قط بالنسبة للجزائر. ولأن فرنسا كانت تخطط بهذا الشكل فقد وسعت من حدود الجزائر حتى أكلت أجزاء كبيرة من صحراء المغرب وموريتانيا ومالي والنيجر وجنوب تونس وغرب ليبيا. ومن المعلومات التي لا تعرفون، وأنا لا أحرض الآن ولا أحب الخصام بين الإخوة الأشقاء، ونحن والجزائريون كشعب ليس عندنا مشكل، المشكل مع بوتفليقة الذي صنع هذه المصيبة عندما كان وزير للخارجية، والمشكل مع الجنرالات الذين لا يعيشون إلا على التوتر مع المغرب. فبفضل هذا التوتر يبقى الجيش حاكما، ويبقى ملجأ، ويبقى الكهف الذي يأوي إليه كل السياسيين الخائفين من اندلاع حرب مع المغرب، ويطالب آنذاك بالاعتمادات التي يريد وبالميزانية التي يريد وبالأسلحة التي يريد. وتعلمون أن الجيوش لا تعيش إلا في جو من التوتر العسكري، كما أن الأجهزة الأمنية لا تتغول إلا إذا صنعت الخوف بصناعة أحداث إرهابية ونسبتها إلى أطراف بريئة، ثم بعد ذلك تنتعش هذه الجهات الأمنية وتتمول وتأخذ الاعتمادات. ومن الصعوبة أن تجد حكومة مدنية أو نظاما سلميا كالمغرب يمكنه أن يعطي للجيش أو يعطي للمخابرات أموال ونفوذ وسلطة ويستجيب لجشعهم اللامنتهي إذا لم تكن هناك أزمات داخلية وتوترات حدودية. وهذا الذي يجعل الجنرالات في الجزائر يعيشون على قضية الصحراء ويقتاتون عليها، بالإضافة إلى أنهم عمليا ينهبون كل ما يعطى باسم البوليزاري ويعطى للشعب الجزائري لكي يبيعوه عند الحدود هناك في بني درار نفطا، وفي أسواق الفلاح وغيرها في مدينة وجدة مواد غذائية وسلعا وأدوية وأقمشة ومنتوجات كيماوية للأسف الشديد. ولكنه الواقع، أنا لا أقول هذا باب تحريض، فالأمة الإسلامية أمة واحدة من طنجة إلى جاكرتا، من المغرب إلى أندونيسيا، هكذا ينبغي أن تكون. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد أمر الله أن نكون متوحدين، وخطب فينا الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع وهو يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. ولكنها الدعاوى الجزائرية تضطرك إلى أن ترد عليها بمنطقها. المغرب، موريتانيا، نيجر، مالي، تشاد، تونس، ليبيا كلها أكلت من الجزائر.
طبعا بقرار استعماري، لكن بمباركة من لا فلان عندما جاءت إلى الحكم جبهة تحرير الجزائر التي جاءت لكي تتحول هي أيضا إلى استعمار. للأسف الشديد هكذا يعيد التاريخ نفسه، ونعيد استنساخ الاستعمار في شخص أشخاص هم من بني جلدتنا ويتكلمون بلساننا. وفي هذا الإطار ينبغي أن تعرفوا أن جزءا كبيرا من نفط الجزائر هو نفط ليبي، لأن نفط الجزائر يأتي من حاسم سعود، وحاسم سعود ليبيا، ولكن وقت ضعف الدولة العثمانية وانهيار قدرتها العسكرية في ليبيا وعجز والي بنغازي وطرابلس كما كان يسمى عن الدفاع عن هذه المنطقة الموجودة في أقصى الجنوب الغربي لليبيا، تغولت السلطات الاستعمارية الفرنسية القوية جدا في ذلك التاريخ 1830 1840 1850، ولم تسقط الدولة العثمانية إلى سنة 1918، ولكنها كانت ضعيفة منذ قرنين قبل ذلك التاريخ، فأخذت حاسم سعود. والآن ليبيا بقيمها الوحدوية بشعاراتها القومية بحديث عن إفريقيا تستحي مجرد إثارة الموضوع والمطالبة بحاسم سعود، لأن ذلك سيجر طبعا شنآن وصدام مع دولة الجزائر. في تونس هناك مشاكل عند نهر المجردة لمجردة الموجود على الحدود، وهو ينبع في الجزائر ويصب في تونس، ولكن الجزائر نصبت معامل ملوثة على الحدود، وبالتالي حفظت ماءها، ولكن الماء الذي يدخل إلى تونس يدخل ملوثا. هناك مشكلة الجرف القاري بين تونس والجزائر، وهي منطقة استراتيجية ومنطقة بيئية ومنطقة نفطية، أيضا تونس عاجزة عن المطالبة بها. الحدود المغربية المغرب سلم فيها لمجرد أن يسلم له في الصحراء، ومستعد لتوقيع اتفاقية حدود ثابتة لم تقم لحد الآن، لأن البرلمان المغربي في الستينات رفض أن يوقع عليها، رغم أن الحكومة المغربية بعدما سمي بحرب الرمال المتحركة 1963 سلم بها مجرد طلب للسلام والأمان. وكذلك الحال مع بقية الدول كمالي والنيجر وموريتانيا، وهي دول أضعف من أن تطالب الجزائر بشيء، ولكن الجزائر مستمرة في غيها وتتحدث عن شعب صحراوي، والحاصل أن عندها صحراء فيها أيضا بشر، وأنه يمكن بسهولة عن طريق الإلصاق والنقل كالكاج أن تقول إنها إذا كان هذا شعب فهذا شعب. وقلنا إن الصحراء الجزائرية أكبر، وأن الديموغرافيا الجزائرية قد يكون فيها تنويع نيونس بالنسبة للطوارق، رغم أن الجميع مسلمون وعرب وأمازيغ. المحور الثاني هو الخلفية